طلابي حبايب قلبي سنة تانية ثانوي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة هنشتغل مع بعض يا جماعة مراجعة شاملة على المنهج كله. هنحاول نشرح واحنا بنحل معاك، بنوريك شكل السؤال وشكل صياغة السؤال، ولازم دول امتحانات المحافظات كلها، فلازم حضرتك تكون مركز، تكون قاري الدرس. الدروس كلها موجودة عند حضرتك على اليوتيوب، فتقدر تسمعها من عندنا برضو، وتقدر ان انت بعد ما تخلص سماع الشرح تقدر تحل. السؤال الاولاني بيقول لك: الأوبئة مثل وباء كورونا يعاني منه العالم حتى الآن يؤدي إلى ضعف الدول. في ضوء ما درسته يمكن تطبيق العبارة على بعض الفترات اللي تعرضت ليها الدولة الفاطمية. وتعالوا نحكي على حوار الدولة الفاطمية ده. ان انا كان عندي يا جماعة خليفة اسمه المستنصر بالله. الراجل ده حصل في عهده مجاعة كبيرة جدا جدا، وحصل عنده اوباء وامراض موتت ناس كتيرة جدا، لدرجة ان مراته وبناته نزحوا، يعني هاجروا سابوه وراحوا بغداد. فالحتة دي يقصد بيها الجزئية اللي في درس الدولة الفاطمية بتاعة المستنصر بالله. ظهر بوضوح دور المرأة السياسي والحربي أثناء مواجهة المسلمين للحملة الصليبية. كام يا جماعة؟ الحملة الصليبية السبعة. وهنا يقصد بيها الدور اللي عملته شجرة الدر، إنها أخفت خبر وفاة جوزها الصالح نجم الدين أيوب عن الجيوش الإسلامية عشان روحهم المعنوية ما تنزلش. فالست دي كان ليها أثر كبير جدا 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 إنها تحافظ على القوة الإسلامية. وفعلا المسلمين هزموا الصليبيين في الحملة الصليبية السبعة وأسروا الملك لويس الفرنسي. يستبعد من العوامل التي مكنت أحمد بن طولون من الوصول لسدة الحكم اعتماده على، بصوا يا جماعة، أحمد بن طولون علاقاته الاجتماعية كانت حلوة، انتهز فرصة إن الخليفة العباسي ضعيف، ومهاراته وحنكته السياسية، وكان راجل بتاع كلام ومقرب الناس منه، لكن هو ما وصلش للحكم عن طريق قوته العسكرية. يعني هو بيقول لك يستبعد، يعني ما عدا ايه الحاجات اللي خلته يوصل، ما عدا قوته العسكريه. هو احمد بن طولون ما كانش شاطر عسكريا. بعد كده اعتمدت المحاوله الاولى لنشر الاسلام في مصر. اول محاوله يا جماعه كانت من سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، انه ينشر الاسلام في مصر عن طريق انه بعت رساله لحاكم مصر يا جماعه الروماني اللي كان في الفتره دي، كان اسمه المقوقس. ساهمت البيئه التي عاش فيها عمرو بن العاص في فتح مدينه اسمها بلبيس. ليه يا جماعه؟ عمرو بن العاص جاي من الصحراء، فمش هيمشي يحارب الرومان عن طريق البحر. الرومان اقوى اسطول في العالم، وعمرو بن العاص راجل خبير في الصحراء يا جماعه، فهو عارف كويس جدا جدا مدى قدره المسلمين في حرب الصحراء. فاتخذ الطريق من فرمل بلبيس عن طريق الصحراء الشرقيه عشان يعمل حرب المفاجاه على جيش الرومان ويقدر يهزمه، وده اللي حصل فعلا. اختلف الولاة بمصر في العصر العباسي عن العصر الأموي. طيب، الولاة في العصر الأموي كانوا ولاة عرب، انما في العصر العباسي اعتمد العباسيين على الفرس والاتراك. فتبقى الاجابه يا جماعه الاصل العرق، يبقى الوالي اختلف في العصر الاموي عن العصر العباسي في الاصل العرق. بعد كده هتكتب هنا عرب وفرس. خلت اساليب عمرو بن العاص اثناء حصاره لحصن بابليون. يعني اساليب عمرو بن العاص وهو بيحاصر حصن بابليون، هو عمل خطط عسكريه، اعتمد على الاساطيل الحربيه. طب ازاي؟ انا في حصن بابليون ده هنا في وسط البلد في مدينه القاهره مش مدينه بحريه عشان عمرو بن العاص يروح يستخدم الاساطيل البحريه. اتبع اسلوب المفاوضات، اتبعها مع المقوقس، بيتفاوض معاه، قال له يا تخش الاسلام يا تدفع الجزيه يا ينحارب. استخدم اسلوب الاستطلاع الحربي، طبعا استطلاع حربي ويطلع يتطقص ويعرف جيش الرومان اعدادهم كام، طبيعي، بس ما استخدمش الاساطيل الحربيه. أحب الشعب بطليموس الثالث حتى لقب بالخير أو الصالح. في ضوء العبارة، مين من ولاة مصر يا جماعة شبه بطليموس الثالث؟ ماشي، محدش يقول لي بقى بايك ده أصلا المصريين ما شافوهوش، ده راجل كان جوز أم أحمد بن طولون عايش في تركيا يا جماعة، تمام؟ ويرجوخ نفس الكلام، ده برضو قريب احمد بن طولون، وقال له سلم لنفسك، وكان قاعد في تركيا. الاجابه مين يا جماعه؟ احمد بن طولون. قرب الناس منه، خلى الناس يحبوه، عمل حاشيه حواليه من الشباب، وكان بيديهم هدايا ومنح وعطايا. بعد كده ظهرت قدرة محمد بطغي الإخشيدي لأول مرة يا جماعة. محمد بطغي الإخشيدي قدرته العسكرية اتعملت في حاجتين، وهو بيتصدى يا جماعة للفاطميين. دي أول مرة خلاص ايام الفاطميين. والمره الثانيه لما تصدى المجموعه من الاعراب اللي كانوا بيهجموا على القوافل عشان يامن طريق الحجاج. خدها بالترتيب يا صديقي. وصلت الدوله الفاطميه ذروه نفوذها السياسي والعسكري في عهد الخليفه مين؟ المستنصر بالله. تقولي ليه؟ اقول لك الراجل ده راح اخد جزيره صقليه في اوروبا في ايطاليا. عايز اكتر من كده؟ يعني الراجل ده قدر يوصل بنفوذه لاسيا وافريقيا واوروبا. عدوي صديقي، تنطبق العباره السابقه
على احداث مين؟ طب يا جماعه، عدو صديق، شاور ودرغام. طبعا الاتنين يا اخوانا بيعملوا ايه؟ بيتخانقوا مع بعض على منصب الوزاره، بيتخانقوا مع بعض على منصب الوزاره. فيروح شاور يروح يستنجد بنور الدين محمود، ويروح درغام يستنجد بالملك عموري ملك بيت المقدس، رغم ان هما الاتنين يا جماعه قرايب. يدل عقد صلح الرملة بين المسلمين والصليبيين على انتهاء الوجود الصليبي في الشام. لا، الوجود الصليبي ما انتهاش، لان من ضمن يا جماعه الطلبات بتاعه صلح الرملة ان المسلمين هيفضل في ايديهم بيت المقدس، الصليبيين هيفضل في ايديهم المدن الساحليه وهيروحوا يحجوا في بيت المقدس عادي. طب هم اصلا ليه الصليبيين عملوا صلح الرملة؟ لان ريتشارد قلب الاسد لم يستطيع هزيمه صلاح الدين الايوبي، فلما ما عرفش يهزمه قال له نعمل صلح. يبقى الانتصارات الحاسمة لصلاح الدين هي انتصارات بس مش حاسمة، لأن لسه الصليبيين عايشين في الشام. ضعف قوات الصليبيين هم مش ضعف، ولكن هم يأسون من تحقيق هدف الحملة. اللي هي ايه هدف الحملة؟ استرداد بيت المقدس. فاضطر ريتشارد قلب الأسد إن هو يعمل صلح اسمه صلح الرمل. الدولة الأكثر إسهاما في تحرير بلاد الشام من الخطر الصليبي طبعا هم المماليك يا جماعة. اللي أخد أنطاكيا كان الزار بيبرس، والمنصور قلاوون كان أخد جزيرة كان أخد إمارة طرابلس. فأنت عندك الاتنين دول من المماليك أخدوا أنطاكيا وطرابلس. طلب العز بن عبد السلام جمع الأموال لإعداد الجيش للجهاد ضد المغول من الأمراء والأغنياء قبل ما يجمعها من الشعب. الشيخ عز بن عبد السلام ده راح قال القطز عايز تنتصر خد فلوس يا معلم من الأغنياء، ما تاخدش من الفار. الراجل ده بيعمل ايه؟ بيعمل عدالة بين الشعب، مش بينتقم من الأمراء يا جماعة، ولا بينتقم ولا بيساند أمراء المماليك للقطز، مفيش الكلام ده. ده راجل بيقول له خدوا من الغني قبل ما تاخد من الفقير. ارتبطت طريقة تولي أبو بكر حكم المسلمين بترسيخ طبعا مبدأ الشورى. أي حد من الخلفاء الراشدين تولى حكم الخلافة الإسلامية عن طريق نظام الشورى. أول الفتوحات البحرية الإسلامية كانت في عهد الخلفاء الراشدين، وهنا بنتكلم على عهد عثمان بن عفان، لأن عثمان بن عفان يا جماعة هو أول واحد يعمل أسطول بحرية، وعمل بيه معركة اسمها ذات الصواري، هزم بيها 300 سفينة كان بيحارب بيهم الروم. يتشابه ما تفرضه مصر حاليا من مرور السفن بقناة السويس مع أحد موارد الدولة الإسلامية وهي المكوس. المكوس دي يا جماعة دي ضريبة بتتفرض على التجار غير المسلمين نظير معديتهم من مدينة لمدينة إسلامية اسمها المكوس. كان المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة الإسلامية في عهد الرسول سيدنا محمد الغلبان الجميل. بياخد إيه يا جماعة؟ بياخد الزكاة، بياخد الزكاة. اهتم الخليفة عمر بن الخطاب بالتصنيع الحربي طبعا نتيجة نشاط الفتوحات الإسلامية. راجل بيتوسع في الشام وفي العراق وفي بلاد فارس، فطبيعي ان هو يهتم بالإيه؟ بالصناعات الحربية وصناعة الأسلحة. بدأ عند المسلمون كجزء من علم الحديث وانفصل عنه وانت مغمض عينك. علم الحديث مرتبط بعلم التاريخ. ليه؟ علم التاريخ لما بدأ ما كانش بدأ بتاريخ، ده كان بيحكي قصة الرسول وأقواله وأفعاله وخلائقه. يلا بينا على أسئلة المقال. يلا بينا على السؤال المقالي. بيقول لك فسر دوافع المقوقس. ليه المقوقس يا جماعة كان بيتفاوض مع المسلمين طول ما هم محاصرين حصن بابليون؟ أولا يا جماعة عشان يعمل استطلاع لأحوال جيش المسلمين، هو عايز يتطقص كده ويعرف أحوال جيش المسلمين قد إيه يا جماعة. رقم 2 طول مدة حصار جيش المسلمين لحصن بابليون، فطبعا اضطر ان هو يخش في مفاوضات. غير كده هو ما كانش هيخش في مفاوضات، ده مش استراتيجية الرومان اصلا. اللي كان هيحصل يا جماعة لو كان يرجوخ جه لمصر وحكمها مباشرة؟ طبعا لم يتولى احمد بن طولون حكم مصر، وما كانش احمد بن طولون قدر بعد كده يا جماعة يأسس الدولة الطولونية، ولم يستطيع تأسيس الدولة الطولونية. يبقى هو عمل الدولة الطولونية دي ليه؟ عشان هو انتهز فرصة ان يرجوخ يا جماعة قال له تسلم من نفسك الى نفسك بعد بيك. دلل على صحة العبارة. اختلف وضع مصر السياسي تحت الحكم الفاطمي عن وضعها تحت الطولونيين والإخشيديين. طبعا يا جماعة مصر تحت الحكم الفاطمي أصبحت مقر للخلافة، مقر للخلافة، بقت مقر الخلافة حرفيا بتاعت الدولة الفاطمية، مقر الخلافة للدولة الفاطمية. ما الدروس المستفادة من انتصار المسلمين في معركة حطين؟ عندنا مثلا تكتب طبعا اللي انت عايزه، ممكن تكتب التخطيط الجيد للمسلمين. 2 استغلالهم الطبيعة الجغرافية لما انتهزوا يا جماعة
بحيرة طبرية عشان يشربوا جيش المسلمين ويعطشوا يعطشوا جيش الصليبيين. نقول السرية التامة، الوحدة الإسلامية. عندك حاجات كتيرة قوي تتعلمها يا جماعة من انتصار المسلمين في معركة حطين. السؤال اللي بعده ده المحافظة اللي بعديه. تعلم العباسيون صناعة الورق بعد اختلاطهم بالحضارات المجاورة لهم من جهة الشرق. جهة الشرق دي يا جماعة يقصد بها الصين. احنا عرفنا الورق من الصين، وهارون الرشيدي بنى مصنع في كازاخستان. هارون الرشيدي، يا ريت تكتبوا نواتج التعلم دي، بنى مصنع للورق في مدينة اسمها يا جماعة كازاخستان. ظهر الموالي كعنصر فعال في المجتمع الإسلامي، طبعا كعنصر فعال منذ الرسول. سيدنا محمد كان عنده صحاب يا جماعة من الموالي زي سلمان الفارسي، مش عارفة مين الحبشي، بلال الحبشي، عنده كتير جدا جدا، فكان ليهم دور. من هم الموالي؟ الذين دخلوا الإسلام ولا يتحدثون اللغة العربية. اهتم المسلمون بالزراعة تزامنا مع استقرار الدولة الإسلامية. أول ما الدولة الإسلامية استقرت يا جماعة وبدأت تتوسع وبدأ يبقى في تنوع في المناخ، في المية، في الأراضي الزراعية، بدأوا يهتموا بالزراعة يا جماعة. عقد المقوقس والي مصر البيزنطي مع عمرو بن العاص صلحا رفضوا هرقل ملك الروم. تعالوا نقول كده يا جماعة الصلح اللي كان عمله المقوقس مع مين؟ مع صلاح الدين الأيوبي. قال له احنا هنفضل مسيحيين ومصر تفضل بتاعتنا يا عمرو بن العاص، واحنا هنديك 2 دينار. فعمرو بن العاص قال له ماشي. بعد ما المقوقس يا جماعه خلص الاتفاق ده مع عمرو بن العاص، كلم هرقل ملك الروم قال له كده، قال له مصر هتفضل بتاعه الرومان المسيحيين وهندفع 2 دينار. قعد يزعق له ويقول له انت ازاي تقول كده، مفيش الكلام ده منه، ارفض ارفض الصلح. طب ليه بقى؟ عشان اصلا هرقل يا جماعه مدرك اهميه مصر الاستراتيجيه للدوله البيزنطيه، وقال له انت لازم تقوم تضرب المسلمين دول. تمام. تعددت اعمال والي مصر عبد العزيز ابن مروان التي تؤكد عدله. هنا عند عدله ده يا جماعه نحط نقطه. العداله الاجتماعيه بتيجي من انشاء مقياس على النيل. ده يا جماعه بيبقى مسطره كده، بيبقى متسطره ارقام، بيتحط جوه الميه، بنعرف من خلالها الميه وصل منسوبها الرقم كام، وبناء عليه نوزع الميه بالتساوي على الاراضي الزراعيه، وبناء عليه ناخد الضرائب من الناس بطريقه العداله الاجتماعيه. يبقى الكلام ده اسمه ايه؟ مقياس النيل. حقق عمرو بن العاص الاستقرار السياسي لمصر بعد ان اتم فتحها، وظهر ذلك واضح من. طيب اول حاجه عشان عمرو بن العاص يستقر سياسيا، دي كلمه مهمه جدا جدا، لازم يعمل عاصمه جديده. لما راح يا جماعه بنى ايه؟ مدينه الفسطاط. هيكلة النظم الإدارية وحفر خليج طرجان وبناء مسجد مش استقرار سياسي يخليه يا جماعة ينقل عاصمة. أنا بتكلم هنا الاستقرار السياسي يخليه يعمل إيه؟ يبني عاصمة جديدة ويتخذ عاصمة جديدة. أصبحت لمصر قوات نظامية مستقلة عن دار الخلافة، طبعا تصدر الأوامر لها من حاكم مصر بداية من أحمد بن طولون. أحمد بن طولون يا جماعة أول واحد يعمل جيش مستقل، جيش بقى الدولة الطولونية، ما دي أول دولة خالص تتكون في مصر يا جماعة. فبقى مصر ليها جيشها أهو، جيشها المستقل عن جيش الخلافة. تاني، أحمد بن طولون عشان عمل دولة في مصر باسم الدولة الطولونية، عمل جيش يا جماعة مستقل عن الدولة العباسية. انتهى الخطر الصليبي نهائيا عندما نجح المماليك في تأمين مصر عن طريق يا جماعة إخضاعهم لجزيرة قبرص. جزيرة قبرص دي اللي أخضعها كان سلطان في المماليك اسمه الأشرف برسبي. راح يا جماعة يعني انتصر على جزيرة قبرص دي وأخضع الصليبيين اللي جوه الجزيرة، ومن ساعتها ما فكروش يهربوا ولا يقربوا من الدولة الإسلامية. اوعى حد ينسى قوة السلطان الأشرف برسبي. طيب امتدت حدود الدولة الفاطمية بعد توطيد دعائمها في مصر، طبعا زي ما انتم عارفين في 3 قارات لسه قايلين. المستنصر بالله راح أخد جزيرة صقلية في إيطاليا. يستثنى من القواسم المشتركة بين الدولة الطولونية والدولة الإخشيدية والدولة الفاطمية، يستثنى. طب هاتولي بقى ايه المشترك بين الطولوني والإخشيدي والدولة الفاطمية؟ هما ال3 تأسسوا على أراضي مصرية؟ لا، الفاطمية تأسست فين؟ في المغرب. هي دي الإجابة. تعال نكمل بقى عشان هو بيقول لك يستثنى. مواجهة الأخطار، هم ال3 واجهوا الأخطار، هم ال3 توسعوا في الشام، هم ال3 اتخذوا عاصمة جديدة. الطولونية خدت قطائع، والإخشيدية خدت مدينة العسكر، والفاطمية خلتها القاهرة. استطاعت الدولة الفاطمية في عهد الخليفة المستنصر بالله الاستيلاء على جزيرة صقلية. حمل العالم الإسلامي في جوانبه عوامل ضعفه في مواجهة الحملات الصليبية، وظهر ذلك من خلال الانقسامات السياسية. محدش يقول الصراعات الدينية، لا،
انقسامات سياسيه، كان عندي دوله فاطميه في بغداد في المغرب ودوله عباسيه في بغداد، كان في انقسامات ودول مستقله كتير جدا جدا. اهم اهداف سياسه نور الدين محمود من السيطره على مصر، ايه اهم الاهداف يا جماعه؟ ماشي، ما حدش يقول لي بقى مثلا انا همشيها لك بالاستبعاد، ما حدش يقول لي هو عايز يحقق الاستقرار للدوله الفاطميه، هو اصلا مش تابع للفاطميين ومش عايز يتخلص من التبعيه العباسيه. هو راجل عايز يعمل ايه؟ عايز يفرض حصار على الصليبيين. هو بيتعلم من ابوه كان عماد الدين زنكي اللي اخذ اماره الرهن. هو انتهز بقى فرصه ان شاور استنجد بيه الوزير اللي كان قاعد في مصر وبيتخانق مع درغام عشان يفرض حصاره على الصليبيين يا جماعه، عشان هو كان نفسه ان العالم الاسلامي يبقى ايد واحده. العشور نظام اسلامي وهي جزء من المكوس يا جماعه، بتتفرض على التجاره، التجارة بتاعت العشور تجار مسلمين، المكوس تجار غير مسلمين. ارتبط استقرار المجتمع ورقيه بالطبقة الوسطى. مين الطبقة الوسطى؟ التجار وأصحاب الصناعات والحرفيين، دي يا جماعة الطبقة الوسطى اللي طول ما هي شغالة وبتنتج طول ما المجتمع مستقر. قدمت معركة عين جالوت للعالم درسا في أهمية التحالفات السياسية والعسكرية. أصلا المسلمين ما تحالفوش مع حد. أهمية التعبئة العسكرية والاجتماعية في الحرب. يا مسمارين، يعني إيه تعبئة؟ يعني الجيش يا جماعة يبقى معاه شوية شعب، الشعب يبقى مع الجيش، والاتنين لما يبقوا مع بعض في مواجهة العدو نقدر ننتصر. هل في عين جالوت استخدمنا أساطيل بحرية؟ لأ. انتهى الوجود الصليبي نهائيا ببلاد الشام عندما سقطت باقي المدن الساحلية مثل صور، صيدا، طرسوس. حلو قوي. الثلاث مدن دول كانوا على ايد الاشرف خليل بن قلاوون، وهو حد ينساه. الاشرف خليل بن قلاوون اخذ صور، صيدا، طرسوس يا جماعة. الاسم الاشرف خليل بن قلاوون. تشابهت الاستراتيجية اللي اعتمد عليها المسلمين في معركة حطين والتي استخدمها التي استخدمها المصريين ضد الحملة الصليبية الخامسة. الاستفادة من الطبيعة الجغرافية. ايه بقى؟ بقول لك انا في معركة حطين المسلمين راحوا استفادوا من بحيرة طبرية عشان يشربوا ويعطشوا الجيش الصليبي. في الحملة الصليبية الخامسة لما الملك الكامل كان بيتساهل مع الصليبيين وسابهم يخشوا دمياط، راحوا المصريين استغلوا النهر النيل والترع والسدود وراحوا مغرقين الصليبيين يا جماعة وعزلوهم عن القاعدة بتاعتهم. الاتنين استغلوا الطبيعة. استطاع عماد الدين زنكي أن يسترد أول إمارة استولى عليها الصليبيين، أول إمارة اللي هي إمارة الرهن. اتخذ محمد بن الرشيدي عاصمة لمصر. محمد بن الرشيدي اتخذ عاصمة العسكر. أسئلة مقالية. تبينت عوامل قيام الخليفة عمر بن الخطاب بإنشاء الدواوين استكمالا للمنظومة الإدارية في الدولة الإسلامية. في ضوء العبارة حدد العوامل اللي خلت عمر بن الخطاب يعمل دواوين وينظمها. أول حاجة اتساع الدولة الإسلامية خلته يعمل دواوين، وكثرة الفتوحات خلته يعمل دواوين. بص بقى رقم 2 كثرة الإيرادات والمصروفات، الفلوس كتيرة يا جماعة اللي داخلة واللي خارج. و3 مراقبة أعمال الولاة. بعد كده أثبت بالأدلة التاريخية حققت الحملة الصليبية السادسة أهداف. هم كانوا جايين للحملة الصليبية السادسة دي ليأخذوا بيت المقدس على يد الإمبراطور فريدريك. مين اللي تساهل معاه؟ فتساهل الملك الكامل وعمل معاهدة يافا وسلم بيت المقدس للصليبيين بكل سهولة. تعالوا نحكي حدوتة الحملة الصليبية الستة دي عشان تبقوا انتوا عارفين. اللي حصل ان كان في خناقة بين الملك الكامل واخوه المعظم عيسى. فالملك الكامل استنجد بفريدريك، قال له تعالى اضرب واقتل المعظم عيسى اخوي عشان انا عايزه بقى حاكم على مصر والشام. المعظم عيسى راح استنجد بناس مسلمين اسمهم الخوارزميين. المهم على بال ما فريدريك جه كان المعظم عيسى اخو الكامل مات. ففريدريك لما وصل بيقول للملك الكامل فين اخوك عشان اقتله؟ قال له لا، ما اخويا اتقتل.
قال له الله، امال انت جايبني على ملا وشي من المانيا، اعمل ايه؟ انا مش هينفع ارجع المانيا واوروبا وانا ايديا فاضيه، البابا ياكل وشي، البابا بتاع روما. قال له خلاص هعمل معاك معاهده يافا واسلمك بيت المقدس وفوقيه بوص. المعاهده دي يا جماعه خلت فعلا ان الحمله الصليبيه السادسه تنجح انها تسترد بيت المقدس. يلا بينا على المحافظة بتاعة الاسكندرية. بيقول لحضرتك أصبحت هناك ضرورة حتمية لفتح مصر في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. طبعا يا جماعة ليه؟ علشان عمر بن الخطاب يا جماعة أخد الشام وفتح الشام قبل مصر، فكان عايز يأمن الفتوحات الإسلامية اللي هو فتحها في بلاد الشام. خد بالك احنا عشان نفتح مصر احنا كان عندنا 3 أسباب. اولا سبب ديني ان احنا ننشر الاسلام، ثانيا سبب دفاعي ان احنا عايزين نامن فتوحات بلاد الشام، ثالثا سبب تاريخي ان العرب بتوع شبه الجزيره العربيه عارفين مصر من زمان. ملوش علاقه بقى بفساد الحكم الروماني ولا ثروه مصر الاقتصاديه، اصل المسلمين مش داخلين يستعمروها، المسلمين داخلين يفتحوا مصر. ارسل الرسول صلى الله عليه وسلم الى المقوقس حاكم مصر من اجل سيدنا محمد لما بيبعت رساله بيبعتها عشان ينشر يا جماعه الدين الاسلامي، مش عشان يوطد العلاقه بين مصر والمدينه ولا عشان يامن الدعاة المسلمين ولا عشان يامن حدود الدوله الاسلاميه. سيدنا محمد عمل كده عشان نشر الدعوه الاسلاميه عادي خالص. تدل بعض شروط صلح الاسكندريه عام 21 على، بصوا يا جماعه، صلح الاسكندريه هل المسلمين بيثقوا في الروم؟ ابدا، الروم غدارين. هل الرومان يا جماعه عايزين حريه دينيه للاقباط؟ ابدا يا جماعه، دول كانوا بيضطهدوا الاقباط لدرجه ان البابا بنيامين بابا المسيحيين هرب من اضطهاد الرومان. الخلافات بين قاده الجيش الروماني مش دي شروط صلح الاسكندريه. ايه صلح الاسكندريه؟ صراع المسلمين مع الرومان. هتقولي في ايه يا جماعه؟ ان المسلمين طلبوا من الرومان في شروط صلح الاسكندريه اول حاجه ان هم يمشوا والا يعودوا لمصر سنه وما يحاولوش ياخدوها، ده نوع من انواع الصراع. 2، هناخد احنا كمسلمين من الرومان 150 جندي رهينه و50 مواطن رهينه ضمانا لتنفيذ المعاهده. طب انا لو شايفه ان الرومان الدنيا امان وبيس ومفيش بيني وبينهم صراع، كمسلمين هاخد منهم رهاين ليه؟ بعد كده رقم 4، نخش بقى على رقم 4. حقق كافور الإخشيدي مكانة كبيرة في تاريخ الدولة الإخشيدية. صح يا جماعة، كافور الإخشيدي الراجل ده اللي مسك بعد محمد بن طغي الإخشيدي، لأن أبو القاسم أنجور ابن محمد بن طغي الإخشيدي كان واد صغير، فساعتها خلوا كافور الإخشيدي المدرس بتاع الواد أبو القاسم يبقى هو الواصي عليه. الراجل ده عمل حاجة، حافظ على استقرار الدولة. خلاص، يبقى خد بالك بقى، إجابة ب واحد يقول لي طب ما هو رفض إن هو يبقى أمير. هو رفض إنه يبقى أمير وقال لهم سموني الأستاذ، بس هل ده مخليه ليه مكانة كبيرة في تاريخ الدولة الإخشيدية عشان هو قال لهم ما تقوليش أمير؟ الراجل ده ما مدش نفوذه ناحية الغرب، يبقى مش جه. إخلاصه لمحمد بن طغي الإخشيدي كان مخلص، بس هل إخلاصه ده خلى ليه مكانة كبيرة؟ لا برضه. 5، أصبحت مصر في عهد الخليفة المعز لدين الله قلب العالم الإسلامي. صح. ليه بقت مصر قلب العالم الإسلامي؟ علشان عملوا حكومة مركزية. ما هي الحكومة المركزية دي جوه القاهرة، بس مش هي دي قلب العالم الإسلامي. أمال عشان إيه؟ عشان بسطوا النفوذ على الحجاز. مادام خد السعودية يبقى سيطر على العالم الإسلامي. شفت كلمة العالم الإسلامي دي يخليني أرجع لكلمة الحجاز اللي هي السعودية. كانت النتائج النهائية للصراع على منصب الوزارة في مصر خلال عصر الدولة الفاطمية لصالح صلاح الدين الأيوبي، لأن في الآخر يا جماعة شاور ودرغام ماتوا وصلاح الدين الأيوبي هو وأسد الدين شركوه دخلوا أنهوا الدولة الفاطمية، عمل صلاح الدين الأيوبي دولة أيوبية، فالموضوع خلص في الآخر لصالح مين؟ لصالح صلاح الدين الأيوبي. قام المسلمون باسترداد بيت المقدس للمرة الثانية في عهد الملك الصالح نجم الدين أيوب. أول مرة في عهد صلاح الدين الأيوبي، تاني مرة في عهد الصالح نجم الدين أيوبي. يبقى احنا خدناها كم مرة؟ مرتين. المرة الأولانية في عهد صلاح، المرة التانية في عهد الصالح نجم الدين أيوب. خد بالك بقى، لا الكامل ولا العادل ولا توران شاه عملوا حاجة أصلا في بيت المقدس. 8، نجح المماليك في تأمين مصر نهائيا من الخطر الصليبي. احنا لسه مجاوبين السؤال ده في الامتحان اللي فات، عندما أخضعوا جزيرة قبرص في عهد الأشرف برسبيل. اللي بعديه، يدل أخذ قطز برأي الشيخ العز بن عبد السلام في أمر إعداد الجيش لمواجهة المغول على، تاني يدل أخذ قطز برأي الشيخ العز بن عبد السلام، قال له أنا عايز أعد الجيوش لمواجهة المغول. معنى أن قطز يروح لشيخ يبقى هو عارف أهمية العلماء في السلام وفي الحرب.
هل العلماء هيشاركوا في وضع الخطط العسكرية؟ أكيد لأ. هل العلماء هيقودوا الجيش؟ أكيد لأ. هل سيف الدين قطز ما بيحبش أمراء المماليك؟ بالعكس، ده هيخليهم يقفوا جنبه ويدوله فلوس كمان. بعد كده 10، طلب عمر بن الخطاب من الولاة، قال لهم ادوني إقرار لذمتكم المالية، يعني قولوا لي فلوسكم قبل ما تمسكوا منصب الولاية وبعد ما تمسكوا منصب الولاية، عشان أشوف، خد بالك بقى، يشوف الناس دي خدت رشاوي ولا ما خدتش، عملت ايه. فصل الإدارة السياسية عن المالية؟ لا، مش هي دي الإجابة. أمال الإجابة إيه؟ هو عايز يحافظ على موارد الدولة، مش عايز يبقى فيه أي نوع من أنواع الرشاوي يا جماعة. أهي الإجابة بيه، تمام؟ عشان ما يبقاش الولي فاسد. ارتبط صاحب الشرطة بالعمل السياسي في الدولة الإسلامية. خد بالك بقى، صاحب الشرطة اللي هو ضابط الشرطة بيرتبط بالعمل السياسي ليه؟ كلمة عمل سياسي دي عشان هو بينفذ الأحكام ويقيم الحدود؟ لا، ده مش عمل سياسي، ده عمله عادي. مساعدة الجيش في حماية أمن المجتمع؟ ده مش عمل سياسي، ده عمل عسكري. حفظ الأسواق ومساعدة المحتسب؟ ده مش عمل سياسي، ده عمل اقتصادي. إنما بينظم شؤون الولاية نيابة عن الوالي، يعني ساعات بيشتغل والي مكان الوالي لما الوالي يبقى غايب. هو ده بقى العمل السياسي. خد بالك، كلمة العمل السياسي دي مفتاح الإجابة، عمل سياسي. 12، أصبح التجنيد إلزامي بالدولة الإسلامية منذ عصر الدولة الأموية. الخليفة عبد الملك بن مروان يا جماعة لقى ان المسلمين بيكسلوا، بينشغلوا في مشاغل كتيره وشغلانات كتيره، قال لهم لا، الجيش هيبقى الاسلامي الزامي، مش بمزاجكم بقى. طبعا كان بمزاجهم ايام الرسول وايام الخلفاء الراشدين. اصبح الزامي منذ عصر الدوله الامويه. المصدر الرئيسي لايرادات الدوله الاسلاميه في عهد سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام قلنا الزكاه. استفاد عماد الدين زكي من الاخطاء اللي وقع فيها المسلمين عندما واجهوا الحمله الصليبيه الاولى. طبعا المسلمين لما جم الحمله الصليبيه الاولى نتيجه التفكك اخذوا اماره الرها، انطاكيا، بيت المقدس، طرابلس. فجاء عماد الدين زنكي قال لك لا، انا اتعلم من غلطه المسلمين اللي قبل كده واعمل جبهه اسلاميه موحده. وعلى فكره دي نفس استراتيجيه صلاح الدين الايوبي، هما الاثنين عملوا جبهه اسلاميه موحده. حققت السياسة التي اتبعها الخليفة عمر بن عبد العزيز فيما يخص بيت المال الحفاظ على المال العام. الراجل ده راجل عسل. منع بيع الأراضي الخراجية. إيه الأراضي الخراجية دي يا مس مارينا؟ أنا مش باخد معاكي من أول السنة دي يا جماعة. أراضي بيتاخد منها خراج، ضريبة، بناخد منك ضريبة كل شهر. هل طبيعي إن أنا لو الأرض دي بتدخل لي إيجار 100,000 جنيه في الشهر أروح أبيعها بمليون جنيه؟ إيه الغباء ده؟ إذا كانت هي في السنة بتدخل لي 1,200,000 أروح أنا أبيعها بمليون؟ فالراجل ده قال لهم انتوا بتهدروا المال العام بتاع المسلمين، ممنوع بيع الاراضي الخراجيه. 16، حدثت زياده في انتاجيه الارض الزراعيه في الدوله الاسلاميه نتيجه الاهتمام بالعلوم الزراعيه. ليه بقى يا جماعه؟ خد بالك بقى، العلوم الزراعيه: 1، درسوا التربه لنوع الزرع اللي تنفع جوه التربه. 2، درسوا نوع الاسمده اللي يحطوه عشان يزودوا خصوبه التربه وانتاج الارض. 3، عملوا نظام اسمه نظام الدوره الزراعيه عشان الارض ترتاح بعد ما تتزرع، ترتاح فترجع تكون عناصرها الغذائيه مره اخرى. يبقى الاجابه الاهتمام بالعلوم الزراعيه. بعد كده أدت التجارة بين الدولة الإسلامية وأوروبا في العصور الوسطى. خد بالك، التجارة هل دعمت العلاقة السياسية بين المسلمين؟ علاقة سياسية، كلمة سياسية دي كلمة غلط، ملهاش علاقة. ولكن الأوروبيين قعدوا ياخدوا العلوم الإسلامية يا جماعة، ينقلوها من التجار ويودوها لأوروبا في العصور الوسطى اللي كانت عندهم عصور ظلام وجهل. تعال نكمل إجابات. كونوا ممالك إسلامية في أوروبا؟ لا. انتشر الإسلام في جنوب غرب أوروبا؟ لا برضه. بعد كده 18، هدف الخلفاء الدولة الإسلامية من إن هم يضموا العلماء لمجالسهم. يعني الخليفة الحلو المحترم يقعد العلماء حواليه. ويقعد العلماء ليه يا جماعة؟ علشان خاطر يستعين بيهم في إدارة الدولة. الخليفة الحلو يستعين بالناس الحلوة. بص بقى، هل عشان يرفع مكانة العلماء اقتصاديا ياخد فلوس يشجعهم على العطاء؟ أكيد مفيش منه الكلام ده. 19، يرجع تنوع وتعدد المؤسسات العلمية في الدولة الإسلامية إلى. طيب، أنا عندي مدرسة، مسجد، كتاب، مكتبة. ليه؟ عشان المتعلمين كتير والعلوم كتير، فبقى عندي كذا مؤسسة. 20، ضربت الحضارة الإسلامية أروع الأمثلة في رفض التعصب والعنصرية.
عشان الدعوة الإسلامية يا جماعة دعوة عالمية، احنا بندعو دول العالم كلها للإسلام، بندعو العالم كله. الحضارة الإسلامية لم تكن موجهة لشخص معين أو لناس معينة أو لأمة معينة. تعال نحل شوية أسئلة مقالي. السؤال الأولاني: بما تفسر التفاف المصريين حول أحمد بن طولون منذ دخوله مصر؟ طيب ليه يا جماعة المصريين التفوا حوالين أحمد بن طولون؟ لأنه قرب مجموعة من الشباب له في الحاشية بتاعته، وعرف من خلالهم كل معلومات عن القصر، فقدروا بقى ينقلوا له الأخبار، وقدر بقى إن هو يغدق عليهم بالهدايا والعطاء. ما نتائج الحملة الصليبية السبعة على مصر؟ الحملة الصليبية السبعة دي يا جماعة جت على مصر أيام شجرة الدر لما أخفت خبر وفاة جوزها وخلت توران شاه يجي. الحملة الصليبية السبعة دي فشلت، وتم أسر الملك لويس التاسع ملك فرنسا الصليبي يا جماعة، ماشي. ثم عقد توران شاه اتفاقية مع الصليبيين، وتم العفو عن توران شاه تم العفو عن لويس التاسع مقابل مبلغ كبير من المال يدفعوه زي جزية كده. فالحملة الصليبية دي فشلت يا جماعة وما عرفوش ياخدوا بيت المقدس. أثبت صحة العبارة التالية تاريخيا: الحضارة الإسلامية ترفض التعصب والعنصرية. بصوا يا جماعة، الحضارة الإسلامية ترفض التعصب والعنصرية. الحضارة الإسلامية عالمية لجميع الناس، العرب وغير العرب، ماشي. دي نقطة مهمة. حاجة التانية: أخذت من الحضارات السابقة ولم تدمر ثقافتهم، بالعكس كملت استكمال وطورت الثقافات والعلوم. استطاع المجتمع الإسلامي أن يتعايش مع الفئات الأخرى. في ضوء العبارة السابقة فسر أسباب انصهار طبقات المجتمع وعناصره في بوتقة واحدة. يعني كل المسلمين يا جماعة، كل طبقات المجتمع كلهم في حاجة واحدة. ليه يا جماعة بقى طبقات المجتمع كلهم مع بعض؟ بسبب القيم الإسلامية. إيه القيم الإسلامية يا جماعة؟ العدل، المساواة، الرحمة، العطف، ماشي. الجميع متساوون دون تفرقة بين الجنس واللون، مش بنفرق بين حد وحد يا جماعة. بعد كده محافظة القليوبية. ارتبط العامل الحربي للفتح الإسلامي بالعامل الجغرافي يا جماعة. طب ليه العامل الجغرافي؟ لسه قايلين إن فتوحات بلاد الشام احنا لازم نأمنها من جهة الجنوب الغربي، فلازم ناخد مصر يا إخوان. كان وصول أحمد بن طولون لحكم مصر نتيجة لتبعيات السياسة اللي بدأ الخليفة المعتصم، اللي سمح، الخليفة المعتصم ده خليفة عباسي، سمح للأتراك إن هم يبقوا ولاة. مثلت مسرحا للصراع في الدولة الفاطمية خلال مرحلتي التأسيس والاستقرار ومرحلة القوة. بلاد الشام وانت مغمض عينك، مسرح للصراع بين الفاطميين والعباسيين. بص الشام دي يا جماعة هي الخناقة اللي بتبقى للكل. كان غرب الدلتا اللي هي منطقة دمياط، غرب الدلتا دي غرب الدلتا دي اللي هي الاسكندريه، شرق الدلتا دي اللي هي دمياط، عفوا، غرب الدلتا الاسكندريه، مقصد للهجمات الصليبيه على مصر في عهد الاشرف بيرسيبي. لما جم يا جماعه الصليبيين من جزيره قبرص هجموا على الاسكندريه وتعاملوا وحش جدا مع المصريين، ودخلوا الجوامع وقتلوا الستات والاطفال والكلام ده. فكان الاشرف بيرسيبي بقى ما سابهمش، راح اخضع جزيره قبرص. سعى المسلمون في بدايه تكوين دولتهم لتكوين جيش، صح، لتحقيق اهداف دينيه، انشر الاسلام واحميه، وعسكري، حمايه الدوله الاسلاميه ديني وعسكري. يتشابه ما تفرضه مصر حاليا على مرور السفن بقناه السويس مع احد موارد الدوله الاسلاميه. قلنا يا جماعه المكوس
دي فلوس بتتاخد على التجارة. من الصناعات التي يدل انتشارها في الدولة الإسلامية على ارتفاع المستوى الاقتصادي تجفية المعادن. ايه تجفية المعادن ده يا مس مارينا؟ اللي هي تطعيم المعادن يا جماعة. تطعيم المعدن ده مهم. بيتحط بقى على الخاتم او الذهب، فضة، برونز، مش عارفة ايه، بيدل على الغنى. اسباب اهتمام المسلمين بعلم الجبر، خد بالك معايا. سبب ايه؟ اول حاجة سبب ديني. انا بدرس الجبر ده يا جماعة علشان اعرف ارقام الشهور القمرية والشهر رمضان، وهصوم امتى وهفطر امتى، الساعة كام بالرقم ايه، يوم ايه، مش عارفة ايه. واسباب اجتماعية عشان قضايا الميراث، يبقى ديني واجتماعي. اعتمدت الدولة العباسية في قيامها على مساندة العناصر الغير عربية اللي هم الفرس. أصلا الدولة العباسية دي قامت على أكتاف الفرس، هم اللي قوموا الدولة العباسية وقتلوا آخر خليفة في الدولة الأموية. أدى دخول مصر في فترة من الفوضى والصراعات الداخلية في العقد الأخير، يعني في ال10 سنين الأخيرة من القرن الثالث الهجري، إن دولة الطولونية انتهت يا جماعة. خمروية ما بقاش موجود. بعد ما مات عياله اتخانقوا على الحكم يا جماعه، وحصل صراعات، فتم زوال حكم اول دوله مستقله اللي هي الدوله الطولونيه. ترتب على توسعات الدوله الفاطميه الخارجيه بعد ما استولت على مصر طبعا ارتفاع مكانتها الدينيه. هتقولي ليه يا مس مارينا مش القضاء على الخلافه العباسيه؟ هم ما قضوش على العباسيين، ولكن راحوا اخذوا الحجاز بعد ما استولوا على مصر، فمكانتهم الدينيه عليت، لان خلاص كده الخليفه الفاطمي بقى هو اللي مسيطر على مصر. بعد كده 12 ظهر الدور الفعال لشجرة الدر أثناء الحملة الصليبية السبعة. الدور الفعال لشجرة الدر من خلال الست دي خبت خبر وفاة جوزها عشان تحافظ على الروح المعنوية للجيش الإسلامي. أي مما يلي يخرج عن كونه دليلا على انفتاح الحضارة الإسلامية على الحضارات الأخرى. اديني بقى يخرج. بص الحتة دي، أي مما يلي يخرج يعني ما عدا. بصوا الخلافة ده اختراع إسلامي، احنا ما أخدناهوش من أي حضارة. الوزارة خدناها من الفرس، المؤلفات اليونانية والرومانية أكيد خدناها من اليونان والرومان، وتشكيل حضارة متعددة الطاقات والخبرات من جميع أنواع الحضارات. إيه الحاجة اللي ملهاش علاقة بإن احنا انفتحنا على الحضارات الإسلامية؟ هو ظهور نظام الخلافة، ده اختراع المسلمين. المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة الإسلامية في عهد الرسول قلنا الزكاة. السؤال كده اتكرر في كل الامتحانات. من مظاهر تأثر الغرب بالمسلمين في المجال الاجتماعي، بص بقى خد بالك، في المجال الاجتماعي يعني في الجزء المجتمعي، تطور وسائل الاتصال في أوروبا. هتقولي إيه بقى وسائل الاتصال في أوروبا؟ أقول لك الحمام الزاجل. هم خدوه مننا عشان احنا بنبعت الحمام الزاجل بننقل بيه رسايل. الأوروبيين خدوها مننا. بص بقى، أوروبيين ما قضوش على الفوارق بين الطبقات، وما ساعدوش الفقراء، وما زودوش من دور المرأة في المجال العلمي. هم خدوا مننا طريقة الحمام الزاجل. 16 ظهرت المؤسسات التعليمية بجانب المسجد في العصر العباسي. المؤسسات التعليمية دي اللي هي المدرسة، والمدرسة يا جماعة اتعملت في العصر العباسي لأن الطلاب كتروا جوه الجامع والعلوم كترت، فقال لك خلاص نعمل مدرسة. اتبعت السلطة الرومانية الحاكمة في مصر أسلوب جديد للتعامل مع الخصم أثناء أحداث فتح المسلمين في حصن بابليون. إيه الأسلوب الجديد ده؟ اللي هو التفاوض. عمر ما الرومان اتفاوضوا. بدأوا يتفاوضوا أيام المقوقس مع عمرو بن العاص جوه حصن بابليون لما كان محاصره. قام الخليفة العباسي باختيار محمد بن طغج والي على مصر. صح، ليه بقى؟ عشان مهارته العسكرية. الولد ده عمل حاجتين: تصدى للفاطميين لما كانوا بيحاولوا ياخدوا مصر عسكريا، لان هو قائد اصلا في الجيش العباسي، وهو ولد تركي وقائد في الجيش العباسي. وتصدى لمجموعه من الاعراب هجموا على الحجاج وامن طريق الحجاج. يتوقع اذا احجم نور الدين محمود، يعني نور الدين محمود ما راحش وبعت جيوشه الى مصر، كانت الملك عموري ملك الصليبي بتاع بيت المقدس كان سمع كلام درغام وراح أخد مصر. ولو كان خد مصر كانت عدد الإمارات الصليبية زادت في الشرق وبقت 5. لأن تعالى نقول حدوتة تاني: شاور وزير، درغام وزير بيتخانقوا مع بعض. شاور قال لنور الدين محمود تعالى، درغام قال للملك عموري ملك بيت المقدس الصليبي تعالى. لو نور الدين محمود ما كانش جه وسمع كلام شاور، كان عموري جه وخد مصر وانتهز الفرصة، يبقى زاد عدد الإمارات الصليبية في الشرق 20.
استعاد الخليفة العباسي بسط سيطرته الدينية على مصر، خد بالك بقى، بعد ما سقطت الدولة الفاطمية. ليه؟ الدولة الفاطمية كانت شيعة، العباسيين سنة، فهو قدر يرجع سيطرته الدينية، يرجعها سنة لما الدولة الفاطمية سقطت. امتى؟ أيام صلاح الدين الأيوبي. إمارة الرعد دي في العراق ملهاش علاقة بمصر، وطرد الشركول الصليبيين من مصر ملهاش علاقة بالسيطرة الدينية. أنا بتكلم هنا السيطرة الدينية يعني شيعة وسنة. لعبت البحرية الإسلامية أول أدوارها الدفاعية في عهد أول أدوارها الدفاعية ضد البيزنطيين أيام مين بقى يا جماعة؟ عثمان بن عفان، لما عمل أسطول بحري عشان يحارب الصليبيين يحارب البيزنطيين اللي هم الرومان، يعني في معركة اسمها ذات الصواري. يلا بينا يلا بينا بالراحة كده بقى. بيقول لحضرتك حدد العلاقة بين الطبقة الوسطى وتقدم المجتمع في الدولة الإسلامية. الطبقة الوسطى دي فيها مين يا جماعة؟ لازم تبقى أنت عارف. فيها التجار، فيها الصناع والحرفيين، ودول يا جماعة أساس تقدم المجتمع، لأن هم دول الاقتصاد، هم دول الجزء الاقتصادي اللي بيقوم عليه العمود الفقري للمجتمع الإسلامي. ايه الاثر الناتج عن الموقع الجغرافي لمصر بالنسبه لمركز الخلافه العباسيه؟ طب بص بقى يا معلم، للاسف مركز الخلافه العباسيه يبقى هو بيتكلم على بغداد، وبغداد كانت بعيده عن مصر. بصوا يا جماعه اولا لازم تبقى انت عارف موقع مصر بعيد عن بغداد. فحصل ايه يا جماعه؟ خلفاء الدوله العباسيه في العصر العباسي الثاني لم يأمنوا للولاة بحكم مصر لمدة طويلة ألا يستقل بيها، لكن بعض الشخصيات زي أحمد بن طولون مثلا ومحمد بن طغي الإخشيدي اللي كان عندهم طموحات واسعة وشخصيتهم قوية ونفوذهم قوي، قدروا يستغلوا الموقع الجغرافي البعيد ده ويعملوا دول مستقلة في مصر. السؤال بما تفسر حمل العالم الإسلامي في طياته عوامل ضعفه في مواجهة الحملة الصليبية؟ صح يا جماعة، العالم الإسلامي كان ضعيف في مواجهة الحملة الصليبية. أولا كان متفكك سياسيا، صراعات بين الأمراء، انقسام بين السنة في بغداد اللي هم الدولة العباسية، السنة في بغداد اللي هي الدولة العباسية، ومنقسم ما بين الشيعة في مصر اللي هي الدولة الفاطمية، وعندك بقى الدولة السلجوقية والدولة الحمدانية في انقسامات كبيرة جدا جدا. فبالتالي العالم الإسلامي كان ضعيف، فقدر الصليبيين إن هم يخشوا يعملوا 3 إمارات ومملكة. محافظة الدقهلية، وهنتكلم على شرق المنصورة. والسؤال الأول، ترتب على وجود الروم غرب الدولة الإسلامية الناشئة، يعني الروم موجودين في غرب الدولة الإسلامية، إن هم يبقوا خطر على بلاد الشام والمدينة. عشان كده يا جماعة المسلمين كانوا عايزين ياخدوا مصر، قال لك لتأمين فتوحات بلاد الشام والمدينة النبوية، لأنهم قاعدين في مصر. نجح المسلمون أثناء الفتح الإسلامي لمصر من اقتحام حصن بابليون بفضل تميز الزبير بن العوام بالشجاعة. طلع نط فوق حصن بابليون قال الله أكبر، خاف الروم وهربوا وجريوا. استفاد المسلمون داخل شبه الجزيرة العربية من فتح مصر في عام الرمادة، وده كان عامل مجاعة من الناحية الاقتصادية. عمر بن الخطاب قال لعمرو بن العاص ابعت لي اكل علشان في مجاعة بتحصل في السعودية. بعت له يا جماعة جمال مليانة خير واكل، اولها عند عمر بن الخطاب في السعودية واخرها عند عمرو بن العاص في مصر، يدل على خير المصريين يا جماعة. نجح أحمد بن طولون في كسب ثقة المصريين بفضل يا جماعة سياسته الداخلية. قلنا قرب بقى منه مجموعة من المصريين ولسانه كان حلو وحطهم تحت باطه، وقدر يتعرف على نواحي القصر كلها ومشاكلهم وي. مثلت كفاءته العسكرية العقبة أمام التهديدات المتكررة على مصر من جهة الغرب اللي هم الفاطميين. مين يا جماعة اللي وقف في وش الفاطميين؟ محمد بن طغي الإخشيدي. من كتر ما هو بقى وقف قدام الفاطميين فراح الخليفة قال له هخليك والي على مصر. شكل الخلاف بين شاور ودرغام نقطة تحول في تاريخ الشرق الإسلامي، الأمر الذي أدى في نهايته إلى القضاء على الدولة الفاطمية الشيعة
وانتصار الدولة العباسية السنة، فما بقاش فيه ثنائية الخلافة الإسلامية. العالم الإسلامي كان فيه خلافتين، الخليفة الفاطمي قاعد في مصر والخليفة العباسي قاعد في العراق. أي من الدول المستقلة الآتية امتدت حدودها في 3 قارات؟ قلنا الدولة الفاطمية أيام الخليفة المستنصر بالله لما أخذ جزيرة اسمها صقلية. أهم ما يؤخذ على الملك الكامل إنه فرط في بيت المقدس، وده أهم مكسب حصل عليه المسلمين على إيد صلاح الدين الأيوبي، اللي هو بيت المقدس. لما ادى بيت المقدس لفريدريك الثاني خلاص وضيع منه كل حاجة. اعتمدت سياسة صلاح الدين الأيوبي وعماد الدين زنكي هما الاتنين اتفقوا على حاجة واحدة، ان هما يوحدوا الصف الإسلامي عشان يقدروا يستردوا الإمارات الصليبية. ففعلا عماد الدين زنكي أخد إمارة الروها، صلاح الدين أخد بيت المقدس بفضل توحيد العالم الإسلامي. خد بالك بقى، لا صلاح الدين الأيوبي ولا عماد الدين زنكي عملوا تحالفات عسكرية ولا قضوا على ثورة ولا استملوا عناصر معادية. الناس دي وحدت العالم الإسلامي. 10. تركزت معظم اختصاصات الوالي في الدولة الإسلامية في السلطة التنفيذية، بينفذ كلام الخليفة، مفيهاش حاجة دي. ظهرت الهيئة القضائية العسكرية في الدولة الإسلامية لأول مرة. بص بقى، يعني إيه قضاء عسكري؟ يعني قاضي للجنود. القاضي للجنود ده قاضي للجند. كان أيام الخليفة المهدي العباسي قال لك أنا مش هينفع القاضي اللي بيحكم لواحد وواحدة متطلقين هو القاضي اللي بيحكم للجنود، فنعمل ايه؟ نعمل قاضي للجنود. شكل الأسطول الحربي للدولة الإسلامية ضرورة بالغة لحماية بلاد الشام. عشان كده عثمان بن عفان كان عايز يأمن ايه؟ سواحل مصر والشام، فقال لهم اعملوا لي أسطول. أكدت العلاقة بين بيت المال في عاصمة الدولة الإسلامية وبيوت المال في الإدارات الفرعية حاجة اسمها ايه يا جماعة؟ اسمها تحقيق مبدأ الكفاية. نفهم بقى، أنا عندي بيت مال كبير أهو، ده في الخلافة مركز الخلافة، وبيوت مال صغننة في كل ولاية. بيوت المال الصغننة دي من حقها تبقى مكتفية وما تبعتش باقي فلوسها لبيت المال الكبير غير لما تكتفي، والناس اللي عندها في الولاية الصغننة كفارة ومساكين ياخدوا حقهم تالت ومتلت، وبعد كده نبقى نبعت الفلوس المتبقية نبعتها مركز بيت المال الكبير. ساهم حفر خليج أمير المؤمنين بمصر في زيادة أحد إيرادات بيت المال وهو المكوس. يا جماعة، حفر خليج أمير المؤمنين دي اللي هي القناة اللي بتربط نهر النيل بالبحر الأحمر، ويعني القناة دي بتنشط حركة التجارة، واستأذنكم التجارة ضرايب بتتاخد اسمها مكوس. الغنيمة بتاعت الحرب، الجزية بتاعت المسيحيين، الخراج بتاع الأراضي. تميز النظام المالي والاقتصادي بالدولة الإسلامية بالثبات والمرونة والتطور، وظهر ذلك من خلال الخراج. ليه بقى يا جماعة؟ عشان ممكن ما يبقاش خراج. الخراج ده الضريبة اللي بتتاخد على الأراضي الزراعية التي كان أهلها يا إما بيحاربوا المسلمين ومرضوش يخشوا الإسلام، أو اتصالحوا مع المسلمين ومرضوش يخشوا الإسلام. ده رقم 1. الخراج بقى ما بيتاخدش من الناس كلها زي بعضها، أهو في مرونة. الأرض وصل لها مية ما وصلهاش، الزرعة باظت ما باظتش، على حسب بقى، في تطور في الموضوع. سعى المسلمون لتحقيق التنمية المستدامة لمواردهم الزراعية عن طريق استخدام الدورة الزراعية. يعني نزرع الأرض فترة ونسيبها ترتاح فترة، نزرع الأرض فترة ونسيبها ترتاح فترة. ليه بيعملوا كده؟ علشان خاطر يا جماعة تفضل الأراضي الزراعية تنتج وتنتج وتنتج وتفضل مستدامة طول الوقت. ما اللي عارف لو زرعتها على طول على طول على طول على طول هتبوظ منك. تميزت حرفة الصناعة عن بقية المهن الأخرى في المجتمع الإسلامي بدقة تنظيماتها الداخلية. عندنا حاجة اسمها طوائف الحرف. كل حرفة يا جماعة ليها الطائفة بتاعتها، الجروب بتاعها، وعندهم شيخ بينظمهم وبيحدد لهم كل حاجة، سعر الحاجة اللي هتتباع، يطوروا من نفسهم، عدد ساعات العمل، ياخد منهم الضرايب يوديها للحكومة. دقة دقة دقة، عكس التجار والزراعة، في دقة هنا أكتر. نتج عن انصهار عناصر المجتمع الإسلامي في بوتقة واحدة إن إحنا كلنا بقينا مواطنين، لا يفرق المسلمين بين العرب وغير العرب وبين الناس في الجنس واللون والدين ولا أي حاجة. أي من العلوم التالية ظهورها نتاج لاتساع حركة الفتوحات الإسلامية. حركة الفتوحات الإسلامية يبقى ناس ما بيتكلموش عربي دخلوا الإسلام. فأنا المسلمين عملوا علمين، علم اسمه علم القراءات وعلم النحو. علم القراءات ده يعني كيف يرتل القرآن الكريم بطريقة صح ومخارج الألفاظ تبقى مظبوط. النحو يقرأ الكلام بالتشكيل مظبوط برضه. يبقى أنا هنا بعمل العلمين دول لناس ما بتعرفش تتكلم عربي، فبساعدهم يتكلموا عربي
عشان يقروا قرآن لأنها لغة القرآن بطريقة مظبوطة. أي من المنشآت المعمارية التالية يستفاد منها عند دراسة تاريخ الدولة المملوكية؟ المماليك بنوا قلعة اسمها قلعة قايتباي يا جماعة. القلعة دي في الإسكندرية. يلا بينا يلا بينا. أسباب اتخاذ الفاطميين مصر مركز الخلافة الفاطمية بدل المغرب. أول حاجة يا جماعة عشان يقدروا إن هم من خلال مصر يتوسعوا في الشام والحجاز. أول حاجة للسيطرة على الشام والحجاز بسبب بعد المغرب. 2 موارد مصر الاقتصادية أغنى بكتير من المغرب. قيم العبارة. كانت معركة عين جالوت نقطة تحول في تاريخ الصراع بين المسلمين والمغول طبعا يا جماعة. تغير موقف المسلمين بعد معركة عين جالوت من الدفاع للهجوم. بعد ما كانوا بيدافعوا يا جماعة بقوا بيهجموا. وهزيمة المغول والقضاء على أسطورة الجيش الذي لا يقهر. برهن على صحة العبارة. يعد عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بداية تحقيق سمة العالمية للحضارة الإسلامية. بصوا يا جماعة، الحضارة الإسلامية عالمية لا ترتبط بجنس بشري معين، هي معمولة لكل الناس، للعرب وغير العرب، كل الأمم وكل العالم. وهذا ما يؤكده الرسول عندما يرسل رسائل لملوك ودول العالم بنشر الدين الإسلامي. طيب، حدد العلاقة بين علم الفلك والشعائر الدينية في الحضارة الإسلامية. علم الفلك يا جماعة هيساعدني تحديد وقت الصلاة واتجاه القبلة، الشهور الهجرية، وحركة القمر يا جماعة عشان أقدر أعرف من حركة القمر هصوم إمتى وأفطر إمتى. كده يا شباب حلينا، خلصنا الجزء الأولاني من المراجعة بتاعتنا. استناني في جزء تاني ويبقى احنا كده خلصنا مراجعة شاملة على منهج التاريخ كله. اشوفك على ألف خير وسعادة. معاكم مس مارينا عاطف، مدرسة التاريخ والجغرافيا.